السلام عليكم، أهلا وسهلا، أش أخباركم؟ صحيحتكم مزيانة؟ أموركم بخير وعلى خير إن شاء الله، تصبحوا وتربحوا بتمام الصحة والعافية. واش أخباركم وليداتكم؟ معز عليكم، كي صابحين ناشطين ماشطين إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، فيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم واحد البرودوي بمكونات موجودة في كل بيت، ساهل مهل بدون قوة البرودويات ولا هاد البرودوي. انا اللي كنصايب واخا كنقول لكم برودوي هي حيلة من الدار وصافي، داكشي سهل وبسيط. عندي نفس العبار درتو قدامكم، نص ديال الجافيل، كاس جافيل ونص كاس ديال الماء. صافي كنديرو في داك البوخاخ ديال داك الرشاش. المهم انا كتكون عندي هي قرعه هكاك عاديه، وكندير لها داك الرشاش من الفوق يكون كيتحكم ليا مزيان. هنا راه وريتكم الكويتش ديال الماكينه ديال الصابون عندي بدا كيتوسخ ليا، صافي بحال اللي ولا فيها داك التراب، اللون ديالها بحال التراب هكاك. كان المهم راه وريته لكم. صافي كناخد اما زيف هكا باش كيتشرب ليا، اما البابيي. انا هنا درت البابيي، غنفزقو مزيان مزيان. غادي نفزقو بداك جافيل والماء، نرشو 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 ونخليه هكا كيرقد. صافي وغادي نخليه هنايا. غادي ندوز واحد المسيحه هكا خفيفه بالشيته، الا كانت عندكم الشيته ديال السنان شي وحده قديمه هكا ما كتبغيوهاش يكون احسن بلا ما ديروا. انا ما عنديش واستعنت غير بهذه كبيره، ولكن راه كتحيد هكا ديك ما بين الجلده ديال الكويتش والماكينه، راه كيتجمع تما داك الزبر ديك الخمله. الا درتو ليزور الفوطات اللي درتوه راه كيتجمع حتى من الحويجات. بالنسبه لنا الماكينه صراحه ما كنخليهاش توسخ بزاف، ولكن هاد المره اهملتها شي شويه. الكاميرا ما كتبين لكمش الصوره كيف ما هي. صافي هنا غنمسح بهذيك الشيته مزيان. انا فاش كنحيد اصلا زعما من عادتي، فاش كنحيد دائما الحوايج من الماكينه نطلعو من السطح كنرجع كنهويها وكنمسحها حيت حطاها على البانكو، ودائما عندي السرجم محلول كتدخل الغبره، يعني ما كنخليهاش توصل ليا ديك الحاله انني زعما نسمح فيها. صافي كنمسحها مزيان، كنمسح داك الشاج كنمسحها من الفوق. بالنسبه لفين كندير التيد والمعطر هذيك راه كنحيدو هكا كيحيدوا ليا راجلي كنغسلو. بالنسبه لهذه ملي كندير هكا داك النوامر اش كيقولوا ليها بعدا، ما مهم داك باش كندور النوامر باش كندير شحال المده حتى هذيك كنمسحها مزيان وكندور. هذا المسح دائما كنديرو وكنخليها نقيه باش ما كيتراكمش داكشي نهار على نهار. المهم راه خليته غير واحد نص ساعه وغادي نوريكم البنات. كنخلي هذاك الشيء كيتحيد سبحان الله العظيم بواحد السهوله، وكنمسح عاوتاني شي شويه وكندخل يدي. المهم عندك وانا هنايا كنت يدي شي شويه جبدات هابطو. صافي كنبقى كندوز بهذاك تيدو جافيل اللي قال لك واحد السيده قالت لي زيدي الخل. انا قلت لها كندير غير تيدو ماشي تيدو جافيل، الماء وجافيل نفس العبار وكيتحيد بكل سهوله. صافي هذه هي الطريقه اللي كندير له، كيخرج ما كيبقى حتى شي حاجه فيه. وانتم غادي تشوفوا النتيجه في الاخير. صراحه واحد النتيجة اللي حصلت عليها عجباتني وقلت نفيدكم بها ونشاركها معاكم. صافي البنات كيمشي كلشي حتى داك البيض كيكون هكا مغبر، بحال ديك الرملة كيف ما قلت لكم هكا ملاوحة معاه. هكا فيه. ومن الجناب هنا خلاص ديك الشيته نافعة. من الأحسن تكون ديك الشيته ديال السنان. صافي وكنهويها وكنخليها نهار اللي ما كنكونش غادي نصبن فيها كندير لها الطريقة وكنخليها محلولة. هنا البنات واش نشطاو معاكم واحد الكيكه بالكريمه بارده. بالنسبه لهنايا كتجابده البيض من الثلاجه باش تنجح ليا الكيكه. عندي جوج ديال البيضات بحراره المطبخ. هنا درت 6 ديال المعالق، ما فيا ما يجيب الكاس. صافي قلت غادي ندير هكا. مهم كاس ديال سنيده تعرفوا العبار. عندي هنايا الحليب، ما دفيتوش. مهم راه الكرتونه من البارح وهي هكا فوق الطبيله اللي عندي في الكوزينه، ما كانش في الثلاجه. ما كانش عندي الحليب في الثلاجه. صافي كنخلط هاد المكونات كاملين كندير. راكم عارفين الطريقه ديال الكيك باش كيطلع الكيك ناجح، وكذا ضروري من داك التخلط حتى كيبيض اللون ديالو.
داك الخليط كيتقال وكيبيض اللون. جوج البيضات سنيده الفاني. كديروا قبيصه د الملحه ضروري، ما كانش عندكم الفاني ما ديروهش صافي، حيت غادي ندير الكاكاو وغادي ندير الكريمه من الفوق. صافي كنخلط داكشي مزيان مزيان، كنزيد داك نص كاس ديال الزيت حتى هو كنخلطو، وكنزيد الحليب كاس ما عامرش بزاف. المهم على العموريه كيبقى له غير ديك الشبيره هكا، غير شي شويه صغير. كنستمر كنخلط كلشي مزيان. الدقيق حسب الخليط، بالنسبه لهاد الخليط ما يكونش ثقيل، واخا غادي ندير عليه الكريمه خص باش تجيني ديك بحال الجينواز هكا من التحت. هاد الكيكه هادي صراحه درتها لبنتي، بغاتها ودرتها لها من البارح، وهي كتقولي واش ما غديري لي والو، واش ما غديري لي والو. قلت لها صافي حتى الغدا ان شاء الله ونصايبها لكم. سمحوا لي البنات على هاد الصوت، شويه ضاربني شويه د البرد، وصراحة ما بغيتش نخلي هذا الفيديو، كنت غادي ننزله في اليوتيوب، ما نطولش عليه بزاف. ايوا صافي وبديت كندير له المونتاج. المهم سمحوا لي البنات. صافي هنا كندير الخليط ديال خماره وحده، حيت ديك الطبقه الاولى ما بغيتهاش تكون ليا طالعه بزاف، غادي ندير غير خماره وحده وندير الكاكاو معلقه كبيره والدقيق حسب الخليط. صافي هنا راني دهنه المول، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، من الاحسن نرشوه بالكاكاو. صافي كنهز هذه من الاسرار نجاح الكيك، كنهز الزيت ديال الفوق باش كنهوي داك الخليط وكيدخل ليا الهواء فيه، كتجي الكيكه ناجحه وكتجي مفشفشه. صافي بالنسبه للفران راه بارد، عاد غادي نشعلو، ندخل الكيكه وعاد نشعل الفران. بالنسبه لهنا واحد الاخت هي اللي طلباتني، انت يا اخت سيلياكيه عندها حساسيه بحالي، عندي زلافه ديال النشا مايزينا، زلافه ديال الروز، ها انت يا اختي الروز مطحون، عندي زلافه ديال الدقيق ديال الذره كنطحنها على يدي زلافه ونص. صافي اختي، عندي هنايا شويه ديال العدس مطحون، تقريبا ديك 2 معالق هكاك، شويه ديال الملحه. هانتي حيت شاده التليفون بيدي. صافي عندي هنايا ميسك لاغواغ، هذا المحسن ديال الخبز، كديري راس د معلقه وكديري الخميره رفيعه رفيعه، راه طبيعيه 100% حبيبات رفيعه. انا كنأكد لك اختي، حيت الاخرى ما مسموحاش، راه فيها شي مواد. هاد الخميره الرفيعه الا بغيتي فاش نشريها نصورها لك، راها طبيعيه 100%. كنخلط النواشف مزيان مزيان وكنجمع بالماء دافي ضروري باش كيخمر ليا داك الخبز ديالي. وغادي نوريك حتى الطريقه كيفاش طيبيه وكيفاش تحتفظي به. هذه هما الخبيزات اختي ديالي اللي كندير بدون دقيق مصنع، بدون شار ميكس بي، بدون داكشي دوك المواد الغاليين، بدون. المهم هذه انا حامده عليها الله وشاكره. زلافه ديال النشا، زلافه ديال دقيق ديال الرز، وزلافه ونص ديال الدقيق ديال الذره. صافي صافي المحسن والخميره والملحه. صافي هانتي يا اختي سديت عليها نص ساعه، كتكون خمرات ليا دغيا دغيا. المقله يلا كنحطها فوق البوطه، كنبقى كنهز 2 مغارف. المهم على حساب المقله ديالك انت، واش كبيره ولا صغيره. انا ما عنديش مقله كبيره وما كنبغي نديرهمش غلاط. صافي هنا راه كنت عاجنه حتى الخبز ديالي، الخبز ديال ولادي وراجلي، كنخليها كتشد راسها وكنقلبها. ها انت راه ما كندهن المقله لا والو، اهم حاجه انه تكون ما كتلصقش. صافي هما الخبيزات ديالي، ها انت قلبت لك من التحت ومن الفوق. ها القوام اللي كيجيو ما يجيوش رقاق بزاف هذوك الخبيزات، وما يجيوش غلاط، وراه كيبقاو طريين وزوينين. صافي كنخليهم كيبردوا، كنخلي لي غادي ناكل انا، كنخليها لي غناكل داك النهار. واللي ما غاديش ناكلهم اختي كنديرهم هكا في سلوفان ولا ميكا اللي تكون جديده، ما تكونش فايت زعما راجلك جاب فيها الخبز ولا خوتك، ولا مهم خبز ديال الزنقه ولا شي حاجه ديال الزنقه، وانتيا ديري فيها خبزك وديريها في الفريغو. لا اختي، اما ديري السلوفان اما خدي بلاستيكه تكون نقيه وتكون جديده، هادشي اللي كاين. صافي حتى يبردوا كيوليو دافيين، وجمعيهم اللي باش تحتفظي. مهم انا 2 خبيزات كندوز فيهم يومين، الفطور ما كناكلش فيه الخبز. صافي هذاك الشيء اللي كاين كندير في الغداء وكندير في كاسكروط، حتى العشاء ما كيعجبنيش ناكلها. صافي 2 خبيزات كيكفيوني، كنخلي 2 خبيزات هكا ناكلهم في النهار وكنجمع الاخرين في السلوفون حتى لغد ليه، كنحيدهم من الفريغو فاش كنوض الصباح.
في الغدا كنسخّن وحيدة، وعاوتاني حتى الكوتي كنسخّن وحيدة، هذه هي الطريقة وراه ما كيوقع ليه حتى شي حاجة أختي. كيجي رطب، كيجي هشيش، وداك المحسِّن ديال الخبز راه ضروري منّو، المِسك لاغواغ راه ضروري منّو، السونغلوتان كيكون زوين، وبالنسبة للخميرة الرافعة ديك الحبيبات ماشي ديك السبولة ولا سونبولة ولا سميتها، لا اختي ما تاخديش هاذيك حيت هاذيك فيها شي مادة مضرة. المهم هذه نصيحة من وزارة الصحة، فاش نشريها أختي دابا نوريها لك، صافي. أيوا صافي هنايا المهم درت الكيكة كطيب مازال ما طفيت عليها من الفران، طيبت داك الخبز ديالي دغيا دغيا حيت هو دغيا كيتحمر ودغيا كيطيب، حتى إلا كان عندك السوجة تزيديها، الحمص مطحون تزيديه. هنا دزت نجمع هاد البيت الكلاصة ندوز عليه واحد التدويزة دغيا دغيا. المهم هاد النهار الروتين يوم الجمعة هو اللي شاركت معاكم، صابح ليا شي شوية مدروك ومطرطق. المهم شحال من حاجة غادي نديرها اليوم ان شاء الله، كلشي غادي نبارطاجيه معاكم. صافي غادي نمشي نجمع حتى الصالون وندوز واحد التجفيفة غير خفيفة، ما كنسيقش انا نهار الجمعة البنات، وما كنعطيش مهم للشغل بزاف، المهم كنبقى غير في الكوزينة. مباشرة زدت هنا باش نصايب العشا، باش نصايب الغدا. جبدت البرمة راني رديتها فوق البوطة، درت لها الماء الكافي. هاد الغديوة غادي نبخرها نفورها. صافي درت الماء الكافي وغطيت عليها وخليتها. هنايا عندي البنات جوج بطاطات، شويه ديال الجلبانه وجوج خيزوات. هادشي اللي كاين. بالنسبه لهاد البصيله انا كتعجبني كنديرها خضره، حتى في الحشوه باش كنعمر الدجاج مع الشعريه الصينيه ولا داك الروز، ولا حتى في هذيك الطريقه راه كديرها امي ما شاء الله كتجي زوينه، وكنديرها حتى انا هزيتها منها. صراحه كنديرها دائما. بالنسبه للعطريه كنديرها كامله بحال، لانك راه الحشوه ديال الدجاج اللي كتصيفطوا للفران، السكينجبير، الخرقوم، البزار، شويه ديال التحميره ما كنديرهاش في الدجاج. كتشوفوني كنرمي هنايا ونرمي لهيه في ديك الجبيبينه. عندي شويه طريفات هكا ديال الدجاج، غندير لهم شويه ديال الملحه. البطاطا بالنسبة للدجاج أصلا راني غاسلاه بالملحة. عندي هنايا قزبور المعدنوس غنكتر شي شوية منه باش تجيني ديك الحشوة هكا خضرا. بالنسبة للرز ما طيبتوش بزاف، سلقته شي شوية هكا مازال شاد راسو، حيت غادي يتفور لي مع الخضرة دغيا غادي يطيب. صافي غادي ندير شوية ديال الثومة والزيت، ضروري هكا من الزيت. بالنسبة للحرور كوكا الحرور كيجي زوينة ديك السودانية حتى هي، ولا ديك لاصوص كتجي غزاله الصراحه. صافي كنخلط هادشي كلشي مزيان بالمعلقه ولا بيديكم ولا باش ما بغيتو. المهم انا جاتني على هاد القصيعه وقلت غادي نجبدها ونخلط فيها. اليوم الجمعه كسكتو ما دايراش ما دايراش. ايوا قلت راه نجبد غير هاد القصيعه. راه جا ولدي من المدرسه قال لي واش دايره كسكتو، هو فرح الصراحه. غير انا راجلي ما كيبغيش بزاف، كنبغي غير انا ولادي قليل فاش كنديرو. قلت له لا لا غادي نفور لكم خضره مع الرز والدجاج صلاة على النبي، حتى هاد الاكله هذه كتعجبهم. وهذه راه ايام زمان الصراحه، راه كتفكرني في الصغر. كانت كديرها لنا امي مسكينه، كتعمر لنا الكسكاس الكبير وكناكلو حتى ما كنقدو. كانت كديرها لنا للعشاء. صافي خلطت هنايا داك الرز مع الخضره مع كل شيء. صافي غادي نعمر. غادي ندير الدجاج هو الاول، حيت الا بغيت هكا نشد فاش كيطيب ليا ندير الطبسيل هكا على الكسكاس ونقلب باش كيجيني داك الدجاج من الفوق. المهم الدجاج كنديرو من التحت. صافي الخضره راه دغيا كطيب، كنكمل كنعمر هذاك الشيء كامل كنديرو فوق الكسكاس وكنخليه يطيب. كدير الكسكاس فوق البرمه وكنخليه يطيب. صافي كنغطيه بالغطايه ديال البرمه. ما كياخدش طياب بزاف، ساعة وربع، ساعة هكاك و10 دقايق وربع. صافي هو واجد. جبدت الكيكة ديالي وخليتها بردات. زدت باش نصايب لها الكريمة. كريمة ساهلة مهلة وزوينة. كندير نص لتر ديال الحليب. كنت خديت منه قبيله كاس ما عامرش. كندير 3 ديال المعالق ديال النشا، 3 كونوا عامرين انا راه عبرتهم. وعندي هنايا 2 الفلون كراميل. البنات اللي كيبغي نيسكافي، هاد التحليه راه هاد الكريمه راه فيها نيسكافي. انا قلتها لراجلي ولكن ما كيبغيوهاش، انا ما غناكلهاش. هو كيبغي القهوه
ولكن ولدي اللي قال له لا ما نديروش ديك ناسكافي وما جابهاش. ولكن القهوه العاديه راه كتعجبهم، هذيك النسكافيه شويه مجهده. صافي هي الكيكه ديالي بردات، غادي نخليها في نفس المول، ما غاديش نحيدها حتى نديمو ليها، حتى تجمد ليا ديك الكريمه عاد باش نديمو ليها. صافي غادي نخليها تجمد مزيان مزيان، وغادي ندخلها حتى المور الغدا، ندخلها للثلاجه تشد راسها، وعاد من بعد نوريها لكم. جات الغديوه ديالي راه طفيت عليها ودزت باش نصلي الظهر، راه ودان الظهر. واحد السيده فرمليه صاحبتي مشات للعمره، الله يقبل منها يا ربي، ومشيت باركت لها نهار الحد، مشيت باركت ليها وعطاتني شويه ديال البخور. وصافي هنايا راني درتو هاد النهار. بالنسبه لديك الجميره ديال ديك باش كيديروا ديك الشيشه، كتمشيو عند داك العطار ولا مهم اللي كان كتقولوا له عطيني وحده ولا جوج، انا كنجيب غير جوج وكنديرهم هنا دايره غير نصيص وحيده. صافي كنديرها فوق البوطه حتى كتولي حمراء، وكنديرها على داك المجيمر صغيور، كندير له البابيي وكنديرها من الفوق وكندير داك البخوران نتوما. وعرفتي ريحته يا البنات شحال زوينه، دورته صراحه على الصالون على الدار. هنا راه صليت، الله يقبل منا ومنكم يا ربي. وخليت في الدار واحد الريحه ما نقول لكم. صافي خليته على هذا البلاكار هذا ديال الصبابط هنايا، راه مازال شاعل ليا زويون داك البخور. صافي هنا غادي ندوزو نتغداو. بالنسبه للعصير راني درت العصير ديال الليمون والمانغا، هو اللي درت ما شاركتوش معكم، غيجي الفيديو طويل بزاف بزاف. والغديوه ديالي راني درتها غير في الطبيصيل صافي قلت غادي نعمر في الطبيصيل، غسال ديك القصيعه وقفتها. صافي ها هو الدجاج راه كيطيب كيهبى كيجي زوين صراحه، مع ديك الخضيره كيجي غزال. هذا الطبق هذا كيعجبني انا بلا خبز. وصافي هنايا حتى نتغدى ونتلاقى معكم. هنا رجعت معكم البنات. صافي راه ديك الطبقه الثانيه ديال الكريمه اللي درت فوق الكيكه، جمدات الصراحه وشدات راسها مزيان. المهم خليتها تقريبا شي 2 السوايع مورا الغدا. صافي درت القيلوله، غسلت المعينات وعاد رجعت ليها. بالنسبه لهاد الدانيت البنات كنت دايريها في الثلاجه وقصح ليا بزاف، بارد ماشي يعني كيبقى خارج الثلاجه كيبقى كريمي احسن واحسن. صافي هنا ما ساعدنيش في هذا السورانغ، ما بغاش يخرج ليا، كنت غنبدلو في البلاستيكه. صافي قلت غادي نديرو راه كنتقاتل معاه ندير هاد الخطوط عاديين. صافي المهم التزيين كيبقى اختياري. انا درت هاد كيكه طبقات ولا طورطه طبقات، بارده زوينه كتجي. صافي عندي شويه ديال الكاوكاو مهرمش، غادي ندوز شويه في الجناب وغادي ندير هكا شويه الوسط. المهم مزيان كيبقى اختياري. يمكن لكم ديروا كاوكاو هكا الفيغميسيل، الفيرميسيل هكا كحل اللي كان، ديروا غير خطوط، خليوها غير خطوط هكا. كنديرها بعض المرات انا غير بداك دانيت كتجي زوينه. المهم تزيين ماشي مره مره كنحلق، مره مره كندير شي حاجه هكاك بسيطه وعاديه. المهم ان المذاق وياكلوها. هادشي اللي كاين. غادي نقطع لكم منها واحد الطريف، غادي تشوفوا القوام ديالها كيفاش كتجي متماسكه. ديك الكريمه ما كتجيش كتحرك ولا كتزعزع ولا كتزلع. المهم كتجي زوينه. وغادي نسالي معكم الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى تبارطاجيو القناه ديالي ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وبسلام عليكم.